تلعب الركنية على مستوى القائم الثاني والتصويب. جول 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 للعراق بعنوان الابداع والاقناع والامتاع. الاسود في الزمان الموعود كاسرون متحدون. كرة عراقية واقعية وهجومية تتحدى الدفاعات العمانية والحراسة الحبسية. اسبقية نارية عراقية واول هدف في شباك علي الحبسي منذ خليج 19. هدف من نار، هدف من نار، هدف من نار في هذا المشوار. العراق بالابداع، العراق بالاقناع. هذه هي الكرة وشوف الصورة في الشباك حطها له، في الشباك جابها له بطريقة رائعة جدا. وينتظر المساندة يغير على اليمين وامكانية سعد السالي بضربة جزاء والحكم ياتي ضربة جزاء. علي عدنان في هذا الزمان عبد الله البلوشي ياتي ضربة جزاء للمنتخب العماني. ضربة جزاء بلمسة يد يقدرها الحكم القطري عبد الله البلوشي. السيناريو الخطير على حكيم شاكر. هذه هي رفع اليد، هذه هي عملية رفع اليد. تكلف علي عدنان ركلة جزاء. التوزيع كان من سعد سهيل. جماهير عمانية تنتفض الآن في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد. علي عدنان بالورقة الصفراء وضربة جزاء. التركيز مطلوب من جلال حسن. أحمد مبارك كانوا في وجه لوجه مع الحارس جلال حسن. هل يفعلها الآن؟ كانوا يعدل النتيجة. أحمد مبارك سيتقدم 1-1. تركيز كبير من جلال حسن العرين العراقي. هل يفعلها بالامتياز؟ يتقدم أحمد مبارك 1-1. أحمد مبارك جول. هدف التعادل للمنتخب العماني. أحمد مبارك يأتي للجمهور العماني كل الأماني ويغني كل الأغاني. عودة من بعيد، جمهور سعيد بهذا التعادل عنده عيد في عيد. هكذا فعل أحمد مبارك رغم المحاولة لجلال حسن، لكن يمينيت كانوا في الشباك العراقية والتعادل هدف لهدف. مشاهدينا الكرام.